السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل اللازانيا بطريقه اشهر مطاعم، وكمان سهله جدا، وهعملها نيه. ازاي اني تستوي وتبقى كده الطبقات بتاعتها حلوه وجوسي وبتبظ بقى، والموتزاريلا والمطه، وازاي انها تبقى كل حاجاتها بجد مظبوطه 100%. الصوص اللي هو بتاع بين الطبقات باللحمه وكل الحاجات الجميله دي. طبعا هي سخنه، بس شايفين الطبقات. هوريكم دلوقتي لما تهدى شويه بعد ربع ساعه. بس لو انت مش مشتركه معايا في القناه، لايك وشير وسبسكرايب للقناه. لو انت مش مشتركه معايا، اشتركي في القناه، وكمان فعلي الجرس عشان تجيلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسوش لايك للفيديو وتعليق حلو كده منكم. وده كان شكلها بعد ربع ساعة. بجد خطيرة. شايفين الطبقات حلوة جدا ازاي؟ يعني مرسومة كده رسم، وبتبظ برضو، يعني طرية مش ناشفة. وحطاها كمان من غير سلق، نية. بجد وداعا للمكرونة البشاميل. احنا زهقنا من المكرونة البشاميل، دي تشبهها كتير، ولكن الطعم بتاعها أجمل وأغنى. كتير كتير أغنى للمكونات اللي فيها، أطعم. أو يعني حلوة حلوة بجد، ومغذية وحلوة قوي. ولادك هيحبوها، وكل اللي هياكلوا من ايدك. اللازانيا خطيرة جدا، وان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة. شايفين الطبقات حلوة ازاي وهي بتتقطع؟ ويلا نقول بسم الله ونبدأ الوصفة. بصوا حبايبي، احسن حاجه هاتوا صينيه او طاسه. لو طاسه كبيره ماشي، لو ما فيش يبقى حطي في صينيه عادي، ما فيش مشكله. هحط معلقه كبيره من الزيت، وكمان هستخدم اللحمه المفرومه. ده كيلو من اللحمه، بس انا مش هستخدمه كله، هنستخدم 750 جرام. يعني كيلو الا ربع. كيلو الا ربع، انا هشيل ربع اهو، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ممكن تستخدمي نص كيلو، بس هتبقى اللحمة قليلة شوية. لو ما فيش غير نص كيلو عادي، ما فيش مشكلة. لكن هو كيلو إلا ربع هتبقى حلوة قوي وغنية وتحفة. القطعة قطعة أكتر كمان من المكرونة البشاميل. هنحطها ومش بنقلب، بنسيبها كده تقعد تنزل ميتها، او تاخد صدمة. هي بسبب الزيت مش هتلحق تنزل المية، بتاخد صدمة زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، ومش هتلتصق. كل ما الاقي حته اتشوحت اقلب. الطريقه دي مهمه جدا، وكمان هي كده مختلفه في الطعم عن المكرونه البشاميل. زي ما انتم شايفين كده، بدأ الميه بتاعتها تنزل وتنشف منها فيها والكلام دوت. بسيبها بقلبها قليل. دلوقتي بقى هحط البهارات بتاعتنا. حبهان ولو رمات حنين، هاخد منهم حاجه بسيطه كده، زي يعني اقل من ربع معلقه صغيره. زي ما انتم شايفين باخد حاجة فتفوتة كده بين صوابع ايدي، علشان ما يبانش، يعني تبقى مدية طعم حلو، وفي نفس الوقت ما يبقاش جامد. الحبهان واللورا حلوين قوي، ريحتهم رهيبة، كنز بصراحة. دلوقتي طبعا اساسي جدا الزعتر، بفركه كده بين ايدي. اي عصاج بروح احط زعتر. ده اساسي، معلقة كبيرة من الزعتر. بس تفركوها بين ايديكم الاتنين، او بايد واحدة زي ما انا بعمل كده عشان التصوير. فبفركها بين ايديا او بين صوابعي الريحه بتاعته بتطلع، بتبقى تحفه بصراحه. الزعتر اللي هو المجفف ده اساسي خالص. زي ما انتم شايفين انا مش بقلب خالص. شويه بقى فلفل اسود، معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود المطحون. مش هنحط توابل كتير عشان ما تغيرش. معلقه كبيره من الملح هتظبط جدا الطعم، والصينيه هتبقى تمام بالشكل ده. وبسيبه برضو يتشوح. انا عايزاه يتشوح خالص يا بنات، لانه لازم تبقى اللحمه المفرومه تدي كده تحميره. هتشوفوها معايا لغايه ما تبقى متحمره. يعني اللحمه، كل الكميه اللي انا حطاها الكيلو الا ربع، 750 جرام، تبقى متحمره. فاهميني؟ ده كله قبل ما انا انزل بالبصل ولا اي حاجه. اهو بقلبها من وقت للتاني، ما تخافوش مش هتلتصق ولا حاجه بالشكل ده. اهو زي ما انتم شايفين، بصوا بدأت بقى كده تعمل أصوات، يعني بتتحمر. بصوا أهو ما شاء الله احمرت. عايزة أقول لكم الريحة تجنن. اللحمة المفرومة بالتوابل البسيطة اللي احنا حطيناها ديت تحفة. بوريكم الشكل كده انها محمرة ازاي. وهنحمرها اكتر برضو، مش هنقلب على طول، مش هنقلب خالص، من وقت للتاني اهو. بس بحيث انها تاخد الصدمة وتحمر، كمان لازم تحمر. شايفين ازاي؟ هي طبعا عشان دي لحمه مفرومه مش كلها تبقى محمره، جزء منها. دلوقتي بقى هنزل عليها ببصله مفرومه، بصله كبيره او بصلتين كبار، تمام، مفرومين كده فرم حلو، قطع وسط. وهنزل عليهم
بال على اللحمة كده، واقلبها واشوحها برضو لحد ما تدي تحميرة شوية لغاية الشكل ده من التحمير. بالنسبة للبصل وللحمة شايفين حلوة جدا، هي كده تقريبا استوت فعلا. هنحط بقى ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده لتر من عصير الطماطم، اهم حاجه يبقى لتر، وهزوده كوبايه ونص من الميه او مج ميه، يعني على حسب الصينيه بتاعتك، لو كبيره او حجمها كويس يبقى كوبايه ونص من الميه عشان تبقى ديت حلوه، يعني تسوي المكرونه معانا او اللي هي اللازانيا. حط كمان معلقتين كبار من الصلصه او كيسين من الصلصه علشان يدعموا اللون ويبقى اللون احمر كده، وده برضو اللي بيفرقوا عن المكرونة البشاميل. هحط كمان جزراية مبشورة، ونخلي بقى كله ياخد من طعم بعضه ويتشرب، بس طبعا مش يتشرب لحد ما ينشف، يتشرب لحد ما يبقى فيه جوسي كده شوية، اهو زي ما انتم شايفين كده. او تاخد لها غلوتين بالظبط، غلوتين وهطفي. كمان حطيت عودين ثلاثة، يعني كام عود كده من البقدونس او اي خضرة عندك، او كزبرة خضراء بتدي برضو طعم، قلت لكم يعني بيبقى غني جدا وجميل ومميز عن المكرونة. ولادك وكل اللي هياكلها بجد هيعجبك جدا، هيعجبهم قوي. بس كده خلاص طفيت عليها. دلوقتي بقى هنعمل البشاميل في حلة كده او طاسة او اي حاجة على النار. هحط 3 معالق كبار من الزبدة، وممكن طبعا سمنة عادي، واحط عليهم كمان معلقتين من الزيت. بجد البشاميل ده مظبوط جدا. اول ما ساحت هنزل عليهم بمج من الدقيق، واديله تشويحة كده. لازم الدقيق يتحمر شوية بس مش جامد، يعني بصوا تشويحتين كده 3، بحيث انه ما يحمرش قوي عشان ما يمررش معانا البشاميل. كده بدأ الدقيق بتاعنا يحمر من الأطراف شوية. خلاص كده بقى هضيف له السوائل. هضيف عليه 2 لتر من اللبن الحليب، وهضيف طبعا بالتدريج، اضيف يعني اعمل بالمضرب شويه شويه. عادي جدا يا بنات، وانا شغاله دايما اقول لكم عشان ما يكلكعش منكم ويبقى القوام حلو جدا وناعم، وده اهم حاجه في البشاميل. ان انا عادي اطفي، يعني ممكن اخلي النار هاديه جدا، ودلوقتي طفيت اطفي لغايه اما اظبط نفسي كده، لان طبعا عايزه الضرب يبقى سريع سريع بالمضرب اليدوي العادي ده. بضيف زي كوبايه لبن كده تقريبا، يعني انا بضيف عادي بالمغرفه، يعني شويه شويه. المهم انهم 2 لتر من اللبن الحليب. ودلوقتي هحط برضو حاجة بسيطة كده من الحبهان واللورة المطحونين، ورشة فلفل اسود، وهحط ملح وبس. اوعوا يا بنات تحطوا مرقة ولا مرقة خضار ولا مرقة دجاج ولا مرقة بودر، لان بجد هيبقى طعمه كأنك عاملاه بالشوربة، لكن باللبن تحفة جدا. يعني عايزة اقول لكم ان في ناس في الخطوة ديت بيحطوا مثلا كريمه لباني عادي، لو في امكانيه تحطي حطي، طبعا هيبقى الطعم غني جدا. لكن لازم يبقى طعم اللبن الحليب بيبقى تحفه بصراحه في البشاميل، وده طبعا من غير بيض كمان. مش زي بشاميل المكرونه، يعني اللازانيا بتبقى من غير بيض. انا بشوفه كده وبشوف الطعم، بدوق طعم الملح مظبوط جدا، نص معلقه من الملح. اول ما تكتك كده من الجناب، اول ما لسه هيبدا يغلي طفيت عليه، لان عايزاه هو كمان سائل. دلوقتي بقى دي الصينيه اللي هعمل فيها، بوريكم من ارتفاعها يبقى مش اقل من صابع، من ارتفاع صابع، يبقى ممكن اكتر السنه كده بسيطه. تمام. احط بقى وارصص حاجاتي اللي انا هرصصها. ادي الصوص اللي هو اللحمه بالصلصه بتاعتها، وادي بصوا البشاميل ازاي سائل وحلو، مش سائل قوي ومش تخين قوي، لكن هو سائل شويه عن المكرونه البشاميل. تمام. تمام جدا. ممكن تقدري تقيسي كمان حجم اللي هو اللازانيا اللي انت جايبه. انا جايبه الملكه، تحفه جدا يا بنات، حلوه قوي وبتستوي، سعرها رخيص ب 15 جنيه بس. فطبعا ارخص، يعني زيها زي البشاميل او ارخص. كيس المكرونه ب7.5، اللي هو الكيس الكويس، وهوريكم ازاي تقيسوه. ومعايا جبنه موتزاريلا، ومعايا طبعا ميكس جبن، وممكن تكتفي بالموتزاريلا بس، يعني نوع من التوفير. بوريك يعني بخطط ازاي ان انا هحط الشرايح مكرونه اللازانيا. انا هرصصها بالشكل ده، ممكن ترصصي العكس يعني بالطول ورا بعض، مفيش مشكله. هنحط كده معلقه من الزيت ووزعتها في القعر. ما تبدايش بالمكرونه بتاعه اللازانيا او الشرايح بتاعه اللازانيا عشان ما تلزقش منك في قاع الصينيه. هنبدا بالصوص دوت، الصوص اللحمه.
بصوا بنحط كده زي مغرفة او معلقتين كبار ونوزعهم. مش بيبقى مليانين قوي، طبقات مش بتبقى مليانة قوي. انا بوضح لكم يعني. دلوقتي بقى هحط كمان مغرفة من البشاميل بالشكل ده، وهحط شرايح اللازانيا تبقى بالشكل اللي هو جنب بعضه ملتصقة تماما، ما يبقوش فوق بعض. ودي دي بقى اعملها كده بالطول اهو، مش هي مشكلة. فاهمين؟ عاملين بصوا زي المكعبات يا جماعة. المكسر ده هناخده في اي حاجة تاني. اوكي كده تمام جدا. هنحط برضو طبقات تانية اهو من صوص التشريبة او الصوص اللي هو بتاع اللحمة، ونوزع كده، نوزع عليها بالشكل ده. نحط عليها البشاميل بنفس الطريقة. نحط كده مغرفة برضو من البشاميل ونوزعها بطريقة زي ما انتم شايفين عادي عشوائي كده، مش بنكمل لحد الطرف قوي يعني، مش في كله حتة تكمل حتة لا. دلوقتي بقى هحط الموتزاريلا برضو، او كمان نحط ميكس الجبن بيبقى حلو قوي للناس اللي هي مش بتحب ميكس الجبن او ما بتحبش الجبنة اصلا. بلاش الجبن، خلينا في الموتزاريلا. هنعيد الرصة تاني بنفس الطريقة. برضو الصوص حطيناه على الشرايح اللازانيا والبشاميل والموتزاريلا او الميكس الجبن او الاتنين مع بعض، ونحط اخر طبقة. خلصت كده خلاص العلبة بتاعت الملكة. بجد تحفة. اهم حاجة في اللازانيا تبقى طبقات كتير، ميبقاش اقل من 4 طبقات 5. هي هتعمل لك ان شاء الله الطبقات دي. وبعد كده زي ما قلت لكم توروكم يعني ازاي انتوا بترصصوها والكلام ده. اخر طبقه بقى بتوصى بالبشاميل خالص، يعني بخلي البشاميل اكتر زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا اتوصى برضو الجبنه اللي هي الموتزاريلا وميكس الجبن لو متاح ولو انت حابه يعني. وممكن كمان نحط جبنه بارميزان، بس بلاش نكلف نفسنا وخلينا في الحاجات. عادي الشيش طاووق هنحطها كده اهو، كده يا شباب اهو كده. اوكي مفهوش، حملوها لغايه تحت. زي ما انتم شايفين جبت عودين من الشيش طاووق وكسرتهم بقوا 4. تحطوهم ما تخافوش، دخلوا للاخر هتدخل معاكم عادي. ده عشان نحط الفويل وتبقى رفعاها كده لفوق، وفي نفس الوقت مش هتاخد اي وقت في التسويه. هنحطها في فرن متسخن من قبل. هتاخد على الشبكه او الرف على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه، وتشيلي الفويل دقيقتين بالظبط وتشغلي الشوايه. هيبقى المنظر التحفه ده. ما تنسوش لايك للفيديو. مع السلامه.